تريد تطواني من الوصفات التطوانية القديمة اللي ضروري كتكون حاضرة في ذكرى المولد النبوي الشريف. غادي نشاركو اليوم معكم ان شاء الله على الطريقة الاصلية، الطريقة ديال الزمان، كيجي لذيذ ما تشبعوش منه. انا متاكده اذا جربتوه اكيد غيعجبكم. قبل ما نبدا معكم الوصفه نتمنى تخليو لي لايك وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب. فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبدا بها هي الشرموله ديال الدجاج. طبعا بعد ما كنغسلوه مزيان وكنخليوه يستقطر، غادي نعملو التوابل اللي هي شويه سكينجبير، الخرقوم البلدي، الابزار، كذلك القرفه. غادي نزيد شويه العطريه ديال الدجاج مليحه، وكذلك الزعفران شعره. وكنزيد هنايا واحد نص كاس صغير ديال الماء اللي يكون دافي، وكنشرملو ديك الدجاج مزيان مزيان باش كتدخل فيه الاقامه. من الافضل انكم تبيتوه ليله كامله، ولا على الاقل تخليوه واحد 2 ديال الساعات في الاقامه باش كيتشرب ديك العطريه مزيان وكيجي لذيذ في الماكله ديالو. صافي هنا غادي نزيد عليه واحد البصله اللي كتكون مقطعه على هذا الشكل. هنا استعملت انا بصله كبيره على حساب عندي 2 ديال الدجاجات، ممكن تستعملوا غير 2 بصلات يكونوا متوسطين. غادي نعمل هنا معلقه ديال السمن الحار وشويه ديال الزيت النباتيه مخلطه مع زيت الزيتون، وكنعملوه يطيب على نار مهيله طبعا بالماء الكافي بعد ما كيتشحر. وكندوز ان العجينه ديال التريد فهي نفس العجينه ديال الرغايف او العجينه ديال المسمن. العجينه طبعا تكون مدلوكه مزيان مزيان، كنخليوها ترتاح من بعد ما كنقسموها كويرات صغارين وكتطلقوها على سطح العمل بشكل عادي. انا هنا كنطلق دائما 2 ديال الكويرات صغارين فوق بعضياتهم باش كنختصر الوقت. وكنخدم هكذا كونتيتي اللي كتكون كبيره في واحد الوقت اللي كيكون واجز. وشوفوا ما شاء الله راه كتفك بسهوله كيف ما كتشوفوا. ضروري التريد ديالنا يكون رقيق كيف ما كتلاحظوا، تكون الكويره غير صغيره. كنتنيه بهذا الشكل هذا وكنخليه يتحمر واحد شويه من كلتا الجهتين. عاد كنعملو هنايا في واحد الطبسيل اللي كيكون مفرش بواحد المنديل، كنغطيوه ضروري باش ما كينشفش، وكندوزو للتقديم. اول حاجه في التبصيل ديال التقديم كنرشوه بالقرفه اللي كتكون مخلطه مع السكر حبيبات. بالنسبه هنايا الدجاج ملي كيطيب كنحيدوه في ديك المريقه ديالو اللي تكون غليانه مزيان مزيان. كنعمل هكذا داك التريد ديالي في الوسط ديال المريقه وكنستقطرها مزيان مزيان، وكنعملها كطبقه اولى هنايا في الطبسيل. يعني كنفرش الطبسيل كامل بداك التريد. كنزيد عليه هنايا رشيشه ديال السمن الحار اللي كيكون مذوب، رشيشه كذلك ديال السكر والقرفه، موراها رشيشه ديال المزهر. غادي نزيد هنايا اللوز اللي يكون مفسخ محمر ومهرمش، وغادي نعمل طبقه اخرى من فوق ديال التريد. كنستمر هكذا بالطبقات حتى كنكمل الكونتيتي اللي عندي كامله. ودائما بين الطبقات كنرش اللوز القرفه والسكر والمزهر والسمن الحار. هنايا انا الدجاج ما كانش عندي البلدي فاستعملت غير الرومي، فلذلك حمرته. ملي كيكون الدجاج بلدي راه ما كنحمروهش. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوه كيف ما بغيتو. صدقوني من الوصفات التقليديه القديمه اللي بقات كتنقرض في مدينه تطوان واللي كتجي لذيذه، مذاق مميز. نتمنى انكم تجربوها، واكيد اذا جربتوها غادي ترجع ان شاء الله معتمده عندكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوليش لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب. نقول لكم صحه والراحه.